السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروك، ان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصحة والسلامة. وندوزو الوصفة نتاع اليوم. فغادي نحتاجو ليها نصف كيلو من اللوز، واللي ديجا سلقناه والنص حمرناه النص خليناه هكا. طبعا حيدنا منه القشرة، عندنا المربى، عندنا السكر، عندنا ماء الزهر، عندنا القليل من القرفة، وعندنا روح الليمون، وعندنا الزبدة. وطبعا شكرا لمولات الوصفة، الله يعطيها الصحة ديالها كيف العادة. فهنايا اللوز غادي نطحنوه في الهشوار، غادي نطحنوهم جوج بهم ونخلطوهم مع بعضياتهم كما غادي تشوفوا. هنايا بعد ما طحناهم غادي نرجعوهم للهشوار كيف ما غادي تشاهدوا معايا، وغادي نضيفوا عليهم ملعقه كبيره من الزبده، وغادي نضيفوا جوج معالق نتاع السكر. طبعا السكر كيبقى حسب الرغبه، وغادي نضيفوا المربى حتى هو كيبقى حسب الرغبه ديالكم. وغادي نضيفوا هنا ضفنا ملعقه تقريبا كبيره نتاع روح الليمون، وهنايا 3 ديال المعالق نتاع المربى كيف ما كتشوفوا. وهنايا ضفنا هنايا ماء الزهر. ضفنا هنايا معلقه، وغادي نطحنوهم باش تعلك لينا الحشوه. نحيدو هاد الحشوه هذه ونضيفو الكميه المتبقيه لينا نتاع اللوز. غادي نضيفو معلقه نتاع المربى، وغادي نضيفو الزبده حتى هي ملعقه كبيره، وغادي نضيفو هنايا شويه نتاع القرفه، معلقه صغيره نتاع القرفه. صافي، وغادي نطحنوهم عاوتاني باش تعلق وندمجوا العناصر مع بعضها. وكذلك رجعنا ضفنا ليها جوج معالق كبار نتاع السكر اللي كتبقى اختياريه كيف ما قلت لكم. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه، جات غزاله معلكه كيف ما كتشوفوا. وغادي تدمجوهم مع بعضياتهم، غتعجنوهم تخلطوهم مع بعضياتهم كما غادي تشاهدوا. كنظن الصوره ان مود حراسها، وجربوها راه غادي تعجبكم بزاف. يعني احسن من المشريه، وبالنسبه يعني الناس اللي خدامين او لا ما عندهمش الوقت.
ومباشره ملي كتقليوها نيشان كتحطوها في الزيت اللي كتكونوا ديجا سخنتوها من قبل. وجربوها راه غادي تعجبكم وبالصحه والراحه. وغادي نقول لكم مره اخرى عواشركم مبروكه، وجربوها راه غتعجبكم. شوفوا ما شاء الله كتجي مقرمشه غزاله. وشكرا لمولات الوصفه اللي يخديها، وعواشركم مبروك عليكم كاملين. السلام عليكم. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف.